يا الكسلان ما تقوم تتحرك. انت ليش كسلان؟ صدقك كسلان كلمة سمعناها من وايد ناس ومن أقرب الناس لنا. تدرون أن الكسل يت من وراه وايد اختراعات، واللي منها السلم الكهربائي، مساحات السيارة، الغسالة والريموت كنترول، واخرتها الاي اي اللي اذيتونا وانتم تحركون صوركم. اجدادنا سابقا في العصر القديم كانت فكرة الكسل عبارة عن توفير للطاقة عشان يفرغ طاقته في الصيد او الهرب من الاخطار. مع مرور السنوات ونقيس على ايامنا هذه، المخ ما زال متبرمج انه يخليك دائما كسلان في انك تقعد على القنفة او الفراش لاطول فترة ممكنة عشان يوفر طاقة حق شيء ممكن ما راح يصير. صدقك المشكلة ان المخ مو بس صار كسلان، صار يتهرب من المهمات الصعبة، فيعطيك شعور ان الكسل تقوم من مكانك بدال لا تسوي المهمة تروح تفتح الثلاجة وانت ناسي اساسا ليش فاتحها، او انك قاعد تطالع ريلز. لما احد يقول لك انت ليش كسلان، قول له انا قاعد اوفر طاقة واشغل مخي بطريقة ابداعية. انطرني اذا استفدنا منك. منشن اكثر شخص كسلان تعرفه.